الفيلم بيبدأ لما ريك بيحاول يرجع اللاجئين في سوريا كل واحد لبيته بالسلام. هما ماشيين مع بعض وبيدخل عليهم فرانكو ورجالته وبيخطف الاطفال الصغيره منهم، وبنت اسمها ريما بتقتل ابوها وبياخدوها معاهم، وكمان معاهم ريك. فرانك ده يبقى راجل من تنظيم داعش الارهابي. المهم بيبقى وسط الناس دي طليقه يحيى فرعون وكمان ابنه اللي بيحاول يوصل له ومش عارف، وبتوصل رغده طليقه فرعون مصر، وبيرجع فرعون البيت يلاقيها مستنياه بتقول له ابننا اتخطف يا يحيى، ويحيى واقف مصدوم ومش عارف حاجه وبيفتكر ذكرياته مع ابنه عبد الله. تيجي رغده تحكي له على كل حاجه حصلت وبتقول له رجع لي ابني يا يحيى. وبعد كده نيجي لحمزه الارجنتيني، وكان معاه خناقه كبيره جدا مع ابن حلمي روميه اللي لسه قاتله من شويه. بعد ما بيضرب ويكسر شويه بيظهر يحيى ويقف جنبه وبيسلم عليه ويكملوا ضرب في الناس الباقيه، وبيقول له يحيى انا جاي لك في حوار كبير جدا، وبيرد عليه حمزه ويقول له اكبر من اللي احنا فيه ده، لحد ما يجي ابن حلمي روميه بصراحه بيضرب حمزه ويحيى ضربه وبيخلصوا منه، ويطلعوا مع بعض على مكان ويحكي له على كل حاجه، ويقول له عاوزين نرجع عبد الله ابني، وبيتخانق معاه شويه، وبعدين بيتفق على انهم يرجعوا عبد الله بس بالعقل. ويقول لي يحيى احنا هنجمع الرجاله كلهم، اول اتنين بيكونوا دهب وراضي العفريت، واللي بيكون شغالين مع بعض في سيرك، وبيروح يحيى ليهم وبيشوف راضي يحيى وبيخليه يركب عشان ينشن عليه، ويقول له جاي ليه يا فرعون، بيقول له يحيى مصلحه فيها 10 مليون دولار، وبينشن راضي كويس لكن ما بتجيش في يحيى. بيقف التلاتة وبيقول له يحيى هستناك في المكان القديم وهاتوا معاكم سيد ولعة، وبيطلع سيد مسجون وبيروح له يحيى وبيحاول يتفق معاه، لكن سيد بيقول له انا مش خارج من هنا قبل 6 سنين. بيقول له خد حتاته ابنه معاه، بنروح لحتاته بنلاقيه شغال في السينما وفجر المكان كله زي ما انتم شايفين كده، وبيحاول يهرب ويسحبه يحيى العربيه وبيتفق معاه. بعدين يظهر يونس وهو معلم على تاجر المخدرات المغفل ورجالته بتجري وراه. المهم ان هو بيطير وبينط، ايه ده والله نفس المعنى، وبيهرب منهم وبيوقفوا فرعون وبيتفق معاه على المصلحه، وبيقول له هستناك في المكان يوم الخميس. ونروح للكل وهم متجمعين ومستنين فرعون، وبيدخل عليهم فرعون وبيحكي على كل حاجه بس بيكذب عليهم، وبيحاول يخبي موضوع ان ابنه اتخطف عشان لو قال لهم في ناس مش هترضى تروح معاه، وبيقول لهم ان هو مات. وبيكمل يحيى في الكذبه وبيقول لهم الخطه، ولكن راضي بيقطعوا في الكلام وبيحاول يقلل من كلام فرعون. ويونس وحتاته بيوافقوا على المصلحه، وبتيجي دهب تتكلم، يحيى يقول لها انت مش معانا في الحوار ده، فبتسيب المكان وتمشي، وراضي بيرفض، ولكن يحيى بيحاول يقنعهم ان الكل يوافق، وبيسافر الفريق كله للبنان وبيجهز لكل حاجه. بيعرف يحيى ان في شخص ممكن يتعاون معاه عشان يقضي على فرانك ورجع عبد الله ابنه، والشخص ده يبقى فهد. يحيى ودهب بيتقابلوا وتقول له دهب مش هرجع وهفضل معاك، ولكن بيسيبها ويمشي ويرجع للمجموعه تاني، وبيتفق معاهم ان هم هيعدوا الحدود بكره. وبيقرر يحيى واللي معاه انهم بيسافروا من لبنان لسوريا، ويوصل للمكان ويكتشف ان دهب مسافره معاهم ولسه بيتحركوا، وبيلاقوا رجاله واقفه قصادهم فبيضربوهم، وبنعرف بعد كده انها رجاله من رجاله اسعد اللي جايين عشان يساعدهم. وبياخد يحيى الرجاله في عربيه وبيروح لاسعد وبيقول لهم اوعى حد يضرب نار، انا جاي في خير. واسالوا الريس اسعد مين هو يحيى الفرعون، ورد عليه اسعد وبيقول له مين انت، ورد عليه يحيى وبيقول له يبقى اللي جنبك فهد. ورجاله يحيى ده كله بيحاولوا يسيطروا على المكان، وبيقول له يحيى اسمع يا فهد انا عايزك في مصلحه. يحيى بيفك الراجل المربوط معاه، ورجاله اسعد وفهد بيضربوا نار، لكن راضي بيقتل القناص اللي كان هيموت يحيى. المهم بعد عركه كبيره وضرب من هنا وضرب من هنا، رجاله فرعون بتسيطر على المكان، ويحيى بيقول للارجنتيني وبيرد عليه وبيقول له ظهرك. ويجي يحيى يقول لهم ارجع واقول لكم تاني انا جاي في خير. كلم فهد بيقول له ابو جميل حكالي عنك وقال ان فرانك عدوك، اتفق معاه ان ابنه مخطوف وعايز يرجعه، والكل واقف متفاجئ وبيتفق مع فهد على كل حاجه. بنرجع لرجاله فرانك ويبقى في عركه على اللي يكسب بنت اللي هي ريما، ويدخل فرانك بين الاتنين اللي بيتخانقوا وبيضرب اللي كسب وبيكسب هو البنت. راضي ويونس قاعدين وبيحاول راضي يفكر في الموضوع اللي اخترعوا يحيى عليهم. المهم الكل بيتجمع وبياخد فهد معاهم، وبنرجع لريك وهو داخل عليه فرانك كان قاعد بيقرا في المصحف، وبيقول له عايزك ترجع لعقلك وترجع معانا في نفس الفريق. بيقول له انت عايزني ارجع اقتل في ناس ملهاش ذنب؟ بيقول له فرانك انا بدات ازهق منك وقريب قوي الدور هيجي عليك وساعتها محدش هيقدر يلحقك. يحيى ورجالته وصلوا لأرض فهد، وعند بيته بيلاقي إن في رجالة من رجالة فرانك هجموا عليهم. بيجي رجالة فرانك وبيسألوا جليلة أخت فهد عن الأغراب اللي خطفوا فهد وإن شكلهم جايين يعملوا حاجة. وتنتشر رجالة فرانك في كل مكان وبتدور على الأغراب ولكن مش بيلقوا حاجة، فبيسيب رجالة تحرس المكان ويمشوا.
لكن بيجي الليل ويدخل فرعون واللي معاه بيسيطروا على الضيعة بعد ما يقتلوا كل رجالة فرانك. وبيقابل جليلة اللي بتضرب فهد بالكف بعد من الخيانة اللي عملها، وبتقول له ايه اللي جابك، وبيشرح يحيى لأهل المكان وبيقول لهم جايين نقف في وش فرانك، وكل أهل القرية بيوافق. وتشرح جليلة رجالة فرعون عن مكان فرانك، ايه اللي ممكن يحصل وايه اللي فرانك هيعمله. المهم بيجي الصبح ويحيى بيبقى قاعد ودخل عليه رجالة فرانك المكان ولسه بيتعرف، وبيحصل عركة كبيرة جدا وبيكسب فرعون، لكن رغدة بتموت وهي بتدافع عن دهب. يحيى بيربط الرجاله اللي لسه عايشين وبيخلي واحد منهم يروح لفرانك ويقول له يجيب الاطفال اللي معاه ويجي يستلم رجالته. وبعدها راضي بيتخانق مع فرعون والباقي عشان الفلوس، وان مين الاطفال اللي جاي يدور عليهم. بيقول لهم يحيى ان هو جاي يرجع عبد الله ابنه، وبيضرب يحيى راضي، لكن دهب بتقف في النص بينهم وبيقول ليحيى راضي اضرب، ولكن راضي بيسيبه ويمشي. بنرجع لريك وهو قاعد ومتسلسل، وفرانك بيشوف عبد الله بيعجب بطريقه مسكه السلاح، بيقول له انا من النهارده ابوك، بيقول له لو اي حد داسلك على طرف هنا قول لي. بيرجع الراجل اللي سابه يحيى لفرانك وبيقول له على اللي حصل. يحيى واقف وبيدخل عليه فرانك لوحده، بيقول له فرانك انك ما تقدرش تقتلني. ورجاله فرانك في الوقت ده بتبقى مسيطره على المكان كله. ويرجع فرانك معاه يحيى ودهب وحمزه وكمان جليله واخوها فهد. بيقرب فرعون لفرانك ولكن بيضربه وبيضرب حمزه ودهب. فرانك بيقتل فهد، وريك في الاخر بيقتل الرجاله اللي واقفين حواليه. بنيجي لحمزه وهو قاعد وحواليه دهب وفرعون مربوطين، وبيحاول حمزه يفك فرعون ولكن بيدخل عليهم شخص مجهول، وبنكتشف بعد كده ان هو ضابط مصري. بيقول لهم ان هو محتاج مساعدتهم عشان يقدر يقضي على فرانك واللي وراه. ريك بيحاول ينقذ الاطفال ويهربهم، ويخرج يحيى والضابط ودهب وحمزه ويهجم عليهم رجاله فرانك، وبينجح يحيى يخرج باقي الاطفال من المكان. يجي رجاله تبع فهد واسعد ينضموا لفرعون واللي معاه. وفرانك لما يشوف اللي بيحصل وبيتضايق جدا وبينزل ضرب في اي حد يقابله. بيظهر عبد الله اخيرا ويبقى اول مره يشوف ابوه من زمان، ويجي شخص عشان يقتل يحيى ولكن عبد الله بيلحقه ويقتله. وبتجمع الكل في مكان واحد. ظابط ويحيى بيتكلموا عن عبد الله وانه لازم يرجع. ويفهم فرانك بعد كده انهم جايين عشان عبد الله بعد ما شاف بيقتل حد من رجالته، وبيقول له ان الشخص اللي انت انقذته هخليك انت تقتله. بتبقى الحرب لسه شغاله ويحيى خلاص بيبقى فاقد الامل، ولكن بيظهر راضي ويقتل واحد كان عايز يفجرهم. وحتاتا بيظهر هو ويونس بعد كده، والباقي بيقوم ويكمل. وبيظهر يحيى جنب ريك بيقول له احنا مع بعض كمل الحرب. وبيظهر عم بيج رامي، والله هو بشحمه بلحمه بعضلاته. وبيظهر لحمزه الارجنتيني، ولكن البيج بيرميه كده، وبيدخل ريك برضه بيرميه نفس الرميه، ولكن بينشن عليه راضي العفريت وبيقتله. ويبقى خلاص الحمله كسبت رجاله فرانك. وبعد كده بيحاول فرانك يهرب بالفلوس والذهب اللي معاه، وبيقتل الباقي من الرجاله. وحتى بيحاول يفجر المكان، ولكن في شخص كان عايز يقتله. راضي بيلحقه في اخر لحظه، وفجر حتى المكان ويموت معاهم. يطلع فرانك يضرب في اللي بيقابله ويمشي. ويونس ودهب بيدخل مبنى جوه ومعاهم ريك. بيعرف حمزه ان عبد الله عايش لسه، وبيجري على يحيى عشان يقول له ان في شخص بيضربه بالنار، وبيقول له على مكان عبد الله وبيموت. بيحصل مشهد مؤثر جدا، لكن بيقوم يحيى ويكمل. يجي فرانك يهرب، ولكن يلحقوا يونس ودهب، وفرانك يقتلهم ويهرب. يحيى يجري وراه بالعربيه، وبتتقلب عربيه فرانك وبيموت. ويرجع يحيى يلاقي المكان كله خراب، ويكون راضي جاب عبد الله وسلمه ليحيى. نيجي لاخر مشهد وبعد دفن كل اللي ماتوا وينتهي الفيلم. وبس كده. لو عجبكم الملخص تابعونا بالاشتراك، تفعيل الجرس، ودوس لايك. ولو على الفيسبوك اعمل شير ومتابعه عشان تشوف ملخصات لافلام ومسلسلات مصريه واجنبيه. كان معكم احمد خيري، وبس كده. سلام.